كل حاجة بدأت لما الفضائيين هجموا على كوكب الأرض وكانوا عايزين إن هم يدمروه تماما، واللي في نفس الوقت بيكون في موظفة غلبانة يا صديقي واسمها كي كانت قاعدة في الشغل بتاعها، قاعدة بائسة حزينة مش طايقة نفسها ولا طايقة المدير بتاعها ولا الشغل حتى. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وكل حاجة هتتغير في حياتها من ساعة ما ظهر البطل الخارق اللي هينقذها من الفضائيين. يا نهار أبيض، ده الموضوع شكله كبير قوي يا عم الحاج أنت. اوعدك صديقي الاوتاكو ان انا جايب لك حكايه من كتر العظمه اللي فيها حرفيا انت هتنزل تشكرني تحت في الكومنتات. ومن غير كلام كتير يلا بينا نشوف ايه الحكايه. بتبدا قصتنا بمدينه غريبه جدا يا صديقي، بيكون فيها ابطال خارقين ووحوش كمان، شغل مارفل كده يعني من الاخر. في نفس الوقت اللي كانت الوحوش بتهاجم فيه على المدينه ديت يا صديقي، بنشوف الاخبار كلها بتطمن الناس وبتقول لهم ان الابطال بتوعنا هيحموا المدينه من اي حاجه. ووسط الدمار والخراب اللي بيحصل ده كله بتكون عمتنا كين الموظفه الغلبانه قاعده في المكتب بتاعها وكاره حياتها حرفيا، حياتها الممله اللي ملهاش اي 60 لازمه. ولكن من دلوقتي كل حاجه هتتغير يا صديقي وهعرفك ليه. وفي وسط الزحمه والمدعكه اللي بتحصل بره ديت بينفجر من وحش جزء يا صديقي، وبيصادف ان الجزء دوت قدام المكتب بتاع عمتنا كي. وساعتها بيدخل واحد من الاشرار اللي بيكونوا عايزين يدمروا الكوكب كله، بيكون معاه قنبله خطيره جدا في ايده. وساعتها بيكون واحد من الابطال موجود وراه يا صديقي وبيكون اسمه سي، ولما بيلاقي البنت كي هتقع بيلحقها وقتها والقنبله بتفرقع قريب منهم. بيقعوا هما الاتنين في لحظه دراميه غراميه جدا، ووسط اللحظه دي يا صديقي بيهرب من سلسله الولد سي كائن فضائي اخضر شكله غريب قوي. ومن سوء حظ البنت الغلبانه ان هو بيدخل جوه دماغها، ولما بيستقروا هما الاتنين بيقعدوا في مكان هادي كده، بتكون البنت كي مغمى عليها يا صديقي من اللي حصل دوت، وبيلحقها الولد سين بحقنه ادرينالين بيرشقها في نص قلبها. البنت الغلبانه لما بتفوق بتفتكر ان هي اتخطفت من الفضائيين وبتقول له انا مت ولا لسه. وقتها الواد بيضحك وبيقول لها لا ما تقلقيش دي سكته قلبيه ومفيش اي حاجه حصلت يعني. فالبنت كي بتقول له انت بتضحك على اي حيوان وبتتعصب عليه، فبيقول لها يا ست دي حاجه مش هتموتك ما تقلقيش. وبنفهم بعد كده يا صديقي ان كان اللي هرب دوت ودخل لجوه الدماغ بتاعتها بيتغذى على الانشطه الدماغيه، بس لو في اي وقت من الاوقات حس بالملل بيموت الشخص اللي هو جواه وبيبدا يدور على اي حد تاني يستولى على دماغه. وفي مشهد عبثي جدا البنت اول لما بتسمع الخبر دوت بتترمى على الارض يا صديقي وبتستنى الموت يجي لحد عندها. ما عندها حق والله العظيم برضه يا جدعان، ما حياتها مش هتكون بكل الملل اللي هي عايشه فيه وتقدر تعيش مع الكائن دوت اقلموا مع بعض. بيحاول الولد سين يا صديقي ان هو يطمنها ويخليها تغير رايها وبيقول لها انا جنبك ما تقلقيش. ولكن في مشهد عبثي اكتر واكتر الدم بينفجر منها وبتغرقنا كلنا بدمها. وبعد شويه بنشوفها لما بترجع تفوق مره تانية يا صديقي وبتقول له انا مت تاني يا ابني، هو في ايه اللي بيحصل لي ده الله يخرب بيت عقلك. فالواد بيتعصب عليها جدا وبيكون خايف وبيقول لها وانت ما وراكيش غير الموت، انت كده فعلا هتموت، انا لازم الاقي لك حل دلوقتي الله يخرب بيت دماغك. فالبنت بتقول له ما فيش غير حل واحد بس يطلعنا من الاكتئاب اللي انا فيه، ان احنا نبدل الشغل بتاعنا مع بعض، يعني انا اكون بطله خارقه وانقذ الناس زيك كده وانت تيجي تترمي في الشركه مكان اللي جابت الاكتئاب ديت. وبيبان على الولد سوى وقتها ان هو مش موافق ابدا، فبتمشي البنت وتسيبه بس هو بيلحقها، بيحاول ان هو يرضاها وياخدها على قد عقلها وبيقول لها انا موافق تبقى انت البطله الخارقه وهو يبقى المساعد بتاعها كمان. وطبعا دلوقتي انت مستغرب هو ليه ضحى بنفسه كده، وكمان البنت دي بتكون مستغربه هي كمان لان اول مره في حياتها حد يهتم بيها ويكون كويس معاها. وبعد كده يا صديقي بيسمعوا صوت صوت في الشارع فبيطلعوا يشوفوا ايه اللي بيحصل هناك، وبيلاقوا الراجل الشرير مقعد الناس كلها قدامه وعايز يخلص عليهم، بس سين بيهجم عليه في هذه اللحظه وبيكونوا هما الاتنين متعادلين محدش عارف يموت التاني ابدا. فالشرير بتاعه بيشغل دماغه بيضرب بالمسدس يا صديقي على البنت كي، ولكن بيلحقها سين في اخر لحظاته. فالبنت كي بتحاول ان هي تكون بطله بالفعل وبتروح تكلم الراجل وبتقول له انت عايز ايه يا عم الحاج، انت طلباتك ايه علشان تسكت وتهدى. فبيرد عليها وبيقول لها ان في روبوت مستخبي وسط العالم دوت وهو عايز يقتله ويختفي بعد كده مش هيظهر تاني. فالبنت بتقول له بس كده، طب يا عم الحاج سهل هنعرفك مين الروبوت دوت ونجيبه لك وتاخده وتغور في داهيه. بس طبعا الولد سين يا صديقي وقتها ما بيكونش موافق على اللي هو بيسمعه دوت، ولسوء الحظ ان زمايل البنت كي كلها بيقولوا للراجل ان هي الروبوت فعلا، لان البنت دي متوحده ومش بتاكل ولا بتقعد مع حد ابدا ودايما قاعده لوحدها. الراجل ما بيصدق وقتها بيكون رايح علشان يقتلها، ولكن المدير بتاع المكان بيظهر فجاه وبيقول له انا الروبوت يا معلم تعالى قتلنا انا. الناس كلها ما بتكونش مصدقه اساسا وبيفتكروا ان هو بيعمل كده علشان يبان جنتلمان في عين البنت وخلاص. وطبعا بنات الشركه بتقول له لا لا ده المدير بتاعنا حلو قوي، بيكونوا حرفيا هيموتوا عليه وبيهجموا على الشرير وقتها بيقولوا له احنا الروبوت موتنا احنا وبلاش المدير بتاعنا. وبطريقه دراميه بيقدر الولد سين ان هو يمسكه يا صديقي، ولكن بيجري المدير الغبي عليه وبيقدر ان هو ينط وبيطيره من بين ايديه. طب ليه يا عم الحاج انت، الله ما هو كان خلاص مسكه وكان هيتعامل معاه. وطبعا الراجل مش هينط كده لوحده، اخد البنت كيف ديله يا صديقي، والولد سين بيتخض عليها وبينط وراه. بينط الولد وقتها على الارض قبله يا صديقي علشان يمسكهم، بس تقريبا هو محتاج ضبط زوايا وصيانه كتير علشان بيقف بعيد عنهم تماما. وكلهم بيقعوا قدامه هنا بنفس العبث، بتنفجر البنت كده يا صديقي بدمها اللي شبه النافوره كده وبيغرق الدنيا كلها. المهم بيعدي المشهد دوت يا صديقي وبيمر الوقت والولد سين بياخدها في بيته بعد كده، وبيكون حرفيا عامل زي الخدامه الفلبينيه بتاعتها عمال يعمل لها اكل وشرب ويجيب لها الالعاب والمسلسلات وكل ما
لذة وطاب كمان. فعلشان كده البنت مش بتحس بالملل ابدا، فالكائن الفضائي اللي بيكون عايش فيها مش هيموت ولا هيقدر ان هو يأذيها. وبعد كده بيسيبها سين يا صديقي وبيروح علشان يشوف الشغل اللي وراه، ولكن اول لما بيمشي بتقرر البنت كي ان هي تروح تستلم الشغل بتاعها، وبتروح بالفعل وهي مبسوطه جدا وبتقول ان هي اخيرا هتتخلص من شغل الحيوان ده. بنت المجنونه من كتر ما هي فرحانه عماله بترقص في الشارع زي المجنونه. وسبحان الله وهي طالعه في الاسانسير بقى بتشوف الولد سي متعلق على الازاز بتاع المبنى، واول لما بيعرف ان هي راح تستقيل من الشغل بتاعها بيتخانق معاها وبيقعد يقنعها ان هي هتبقى فقيره جدا وما يكونش معاها فلوس تعيش ابدا لو سابت الشغل ده، وان هو كمان على الله بيشتغل علشان يجيب فلوس يصرف عليها. وبعد اقناع يا صديقي قدر ان هو يقنعها بالفعل، وبتكمل البنت في شغلها وبيحاولوا مع بعض ان هم يجربوا حاجات كتيره جدا علشان ما تحسش البنت كي بالملل ابدا وتموت مننا. وطبعا يا صديقي احنا كلنا عارفين ان وقت النوم بيبقى اكتر وقت دماغنا نايمه فيه، ولو فضلت البنت كي نايمه كتير هتموت وقتها. لازم الولد المسكين يكون قاعد جنبها طوال الليل علشان يلحقها ما يحصلهاش اي حاجه. وعلى ايه التعب ده يا عم سين، والله سيبها تموت يا عم ونخلص منها ونخلص من الانمي بتاعنا بدري بدري. المهم بيعدي يوم بعد يوم يا صديقي وبيكون الشغل بتاعه ممل جدا، فبيقرر سين وقتها ان هو يعمل حاجه مختلفه. بيقول ان هو لازم يروح يشتغل ويقعدها من الشغل بتاعها اللي هيجيب لها اكتئاب دوت، وبيروح بالفعل علشان يحارب مع واحد صاحبه. بس هما الاتنين بيرجعوا بعد كده زي خبيطه، بيكونوا غرقانين دم وتعبانين جدا، واول لما بيرجعوا البيت بيكونوا فاكرين ان البنت كيف الشغل بتاعها، بس فجاه بيكتشفوا ان هي روحت من الشغل بتاعها بدري علشان تعبانه شويه. وبتكون البنت بتتعامل مع دمهم وتعبهم دوت بكل برود يا صديقي، وبتتحرك بالراحه كده وبتتريق عليهم، حاجه في منتهى الوقاحه بمعنى الكلمه، لدرجه ان صاحب سين بيتضايق وبيمشي وبيسيبه. وبعد ما البنت البارده بتجيب الاسعافات الاوليه علشان تظبط له الجروح بتاعته بيكون اغمى عليه. يا نهار ابيض على تقل دم البنات يا جدعان. البنت كي المهم ما بيستموش طوال الليل وبتفضل قاعده جنبه علشان تعالجه، وبتكون عماله بتفكر وبتقول هو من كام يوم انقذني ووقف جنبي وانا دلوقتي جه دور علشان انقذه. وبيمر الوقت ولما بيفوق صاحبنا يا صديقي بيكون المفروض دلوقتي ان هم يرجعوا الشغل علشان ما فيش وقت للتفسير، بس سين في نفس الوقت بيجيله رساله ان هم يحاربوا كائن فضائي جديد، فبيقول لها وقتها ان هو ياخدها معاه علشان تغير مود الشغل المقرف بتاعها، وبالفعل بياخدها وهي بتبقى كلها اثاره وحماس حرفيا. وكل ده طبعا في صلاحها علشان ما تتوترش يا صديقي والكائن الفضائي اللي في دماغها يموتها. ولما بيوصلوا هناك بيخليها تقتل الكائن دوت بنفسها، وشويه اكشن حلوين كده يا صديقي وهي بتكون مرعوبه حرفيا. بس في نفس الوقت بنت المجنونه بتكون مبسوطه بالهبل اللي بيحصل دوت، ولكن بعد ما بتخلص بتقعد تعيط بدون اي تفسير. ايوه يا جدعان ما هي بنت بقى وكده ولازم نستحملها هرمونات البنات اللي بتطفح عليهم دي. المهم بعد كده سين بياخدها للبيت يا صديقي، ولما بيسالها بعد كده يا ترى انت حابه ترجعي معايا تاني، فالبنت بتصرخ في وشه وبتقول له لا يا عم الحاج شكرا لحد هنا كفايه قوي كده. المهم بيمر الوقت يا صديقي وبيجي اليوم اللي بعد كده وبتصحى فيه البنت كي كلها نشاط وحيويه حرفيا. بتبدا ان هي ترتب الاوضه بتاعتها وبتجهز نفسها وبتنزل الشغل يا صديقي بكل نشاط. ولما بيصحى الولد سين بيتخض عليها جدا، بيروح يخبط عليها، واول لما بيدخل بتخض ان هي مرتبه الاوضه بتاعتها للدرجه ديت ايه النظافه اللي نزلت عليها فجاه دي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هي نزلت الشغل بتاعها، وبتكون بالفعل على الجانب الاخر قاعده تتشحطط من حته للتانيه لحد ما بتوصل بالفعل لمكان الشغل، وعلى بال ما بتوصل حرفيا بتكون طاقتها خلصت خالص خالص. وفي الشغل الناس بتقرفها حرفيا في عيشتها، وكل واحد شويه يقول لها اعملي وسوي وعمالين يامروا فيها. وبما ان احنا عارفين ان هي خلقها ضيق فبتتعصب عليهم جامد وبتسيب لهم الشغل كله وبتمشي بعد ساعه واحده بس. ولما زمايلها بيحاولوا ان هم يوقفوها صديقه، اي حد كان بيحاول ان هو يقول لها استنى بس واستهدي بالله كانت بترزعه بالقلم على وشه. ولكن واثناء ما كانت ماشيه في الطريق يا صديقي بتشوف ناس جات ومعاها روبوتات جديده نفس النسخه القديمه بالظبط، والناس اللي هناك كلها بتكون فرحانه يا صديقي ان هم رجعوا مره تانية وهيساعدوهم في الشغل وكده. البنت ما بيكونش فارق معاها اي حاجه وبتمشي بتروح للبيت بتاعها، ولما بتدخل الاوضه بتقفل على نفسها تماما، وبتفضل البنت قاعده يا صديقي تكمل الشغل بتاعها في البيت، وحرفيا بتكون بتضغط على نفسها اللي هو انت قلت لي يا عم سينا اشتغل صح، طب اهو يا عم. ولما بيحاول الولد سين ان هو يدخل لها مش بترضى ابدا تدخله وبتخليه بره زي الكلب كده. وبيمر الوقت يا صديقي على كده، وبالليل الولد سين بيدخل يقعد جنبها كالعاده علشان ما يحصلهاش حاجه بالليل وهي نايمه. بس وفجاه وعلى غير المعتاد البنت بنت المجنونه بتصحى من النوم بتاعها مخضوض وبتقول له اطلع بره يا متحرش مش عايزاك تقعد هنا. يا نهار ابيض هو في يا بنت المجنونه. ولكن دي مش المفاجاه يا جدعان، المفاجاه الكبيره بقى ان هو وسط الخناق بيسكتها وبيقول لها اسكتي يا بنت انت استهدي بالله وما تعمليش اي صوت علشان في حد بره، وبيكون في دخان داخل الاوضه بتاعتها. واول لما بيشوف الدخان دوت بتخض عليها وبيخليها تلبس الماسك بتاعها، وبيفضل المعلم مستني يا صديقي لحد ما يدخل علشان يضربه، وبعد كده بيشيلها وبيهربوا. وهي وقتها بتكون بتفكر ان هو مخبي عليها حاجه، اصل مش طبيعي كده يا جدعان يكونوا قاعدين في امان الله وحد يهاجم عليهم في البيت بتاعهم بالشكل ده. بيفضلوا هربانين على نفس الحال دوت يا صديقي لحد ما الليل بيخلص والصبح بيطلع بيرجعوا البيت بتاعهم مره تانية. بيكونوا فاكرين ان اللي حصل دوت عمليه سرقه وبيطمنوا على الحاجه، ما اكيد الناس ديت مش جايه عبث كده وخلاص.
البنت كي وقتها بتفضل تدور لحد ما بتروح تحت السرير تبص على الصندوق اللي هي كانت مخبياه، وللاسف بتلاقيه اختفى تماما. فبيستغرب الولد سين لانه ما يعرفش هي كانت مخبيه ايه اساسا هنا، وبيقول لها هو في ايه. هنا بقى كانت المفاجاه يا معلم. البنت بتحكي له ان هي في وسط العركه اللي حصلت ديت اخدت راس الروبوت واللي هو المدير بتاعها، وهي كان معاها البيانات بتاعته، ما كانتش راضيه تقول له لحد ما تشوفها هتعمل ايه في المصيبه ديت. فالواد بيتجنن حرفيا وقتها بيتعصب عليها، بيقول لها يا بنت المجنونه انت ما قلتليش ليه؟ طيب هو ايه الجنان ده؟ وبيقرروا بعد كده ان هم لازم يروحوا الشركه علشان يشوفوا الروبوتات الجديده اللي هناك. ولما بيروحوا يا صديقي بالفعل وبيوصلوا ليها، البنت كي بنت المجنونه بتفتح دماغها بتطلع منها شريحه، وبتقرر ان هم لازم يتتبعوها علشان يعرفوا الناس اللي سرقت ويوصلوا ليهم. بس للاسف بنعرف ان هو كمان معمول لهم يا صديقي، لان الناس اللي سرقت الراس من شقتهم كانوا مستنيينهم وبيطاردوهم وقتها. بيطبوا عليهم بعد كده ولاد المجنونه يا صديقي، وبدون اي رحمه بيرش عليهم الدخان اللي البنت كي اول لما شمته بيغمى عليها حرفيا. الولد سين في نفس الوقت بيشوفهم يا صديقي من ورا الازاز، فبيمسك واحد منهم من زماره رقبته حرفيا، وبيقول له انا ما بخافش من اي حد، خد بالك وانتوا جايين تموتونا ولا ايه؟ طلع اللي عندك يلا انت وهو. ولكن الراجل وقتها بيقول له خد بالك يا معلم انا عارف السر بتاعك، وبيبص على البنت كي بعد كده. وطبعا اول لما بيقول له الكلمتين دول يا صديقي الولد سين بيكش حرفيا، وبيقول له تحت امرك يا زعيم، انا خدامك هنا اعمل اللي انت عايزه. ده شكل كده يا معلم الموضوع في انه سر كبير، يا ترى ايه هو السر؟ هنعرفه كمان شويه يا صديقي. فالراجل بيضحك ضحكه شريره كده وبيقول له ايوه كده انا احبك يا معلم، انا لقيت الراس بس انا محتاج الشريحه بتاعه الروبوت لان فيها معلومات مهمه جدا بالنسبه لي. المضحك بقى ان وراهم البنت كي بيكون مغمى عليها، بس سمع كل اللي بيحصل دوت في ظهرها كمان، وعرفت كده اخيرا واتاكدت ان الولد سين مغفلها وراه سر كبير قوي. وبالفعل بيمر الوقت يا صديقي، ولما بيرجعوا البيت بيقعدوا يدوروا في كل حته على الشريحه، ولكن ابن الخايبه ما بيقدرش ان هو يلاقي الشريحه نهائيا يا صديقي. ولما هي بتصحى بتقعد تتوه على الموضوع تماما، بتعمل نفسها ان هي عبيطه ومش فاكره اي حاجه، وبتفضل تساله يا ترى احنا كنا فين امبارح، وهو يقول لها ما كنتش اعرف، ما كناش في حته، شكلك حلمت بكابوس ولا حاجه. وهي كل اللي في دماغها يا صديقي ان هو ابن كذابه وعارفه كل حاجه اساسا. وكل شويه الولد الخبيث يفضل يطوح عن الموضوع بشكل مختلف، وهي فاهمه وعامله نفسها عبيطه جدا. المهم بيعدي الوقت وبيمر، وبيروحوا بعد كده الشغل بتاعهم على خير يا معلم. واول لما بتوصل هناك بتلاقي مدير الشركه بتاعتها عامل لها مكتب جديد مخصوص ليها، وبتستغرب وقتها لما بتعرف ان الولد سينا هيشتغل معاه في نفس المكتب يا صديقي. وبيقول لها ان هو قرر يكون معاه في كل مكان علشان ما تملش ولا اي حاجه. وبيدخل عليهم بعد شويه صديقي الولد اللي خلى الولد سين حرفيا زي العبد عنده، والولد دوت بيكون اسمه وانج يا صديقي. واول لما بيدخل بيعرفهم ان هو هيكون المدير الجديد بتاعهم. ولكن البنت كيف في نفس الوقت بتتعرف عليه يا صديقي من خلال صوته، ما هي سمعته قبل كده وهو بيتكلم معاه. وسين في نفس الوقت بيكون متعصب جدا وبيسلم عليه كانه هيخلع ايده، وبيقعدوا يتخانقوا شويه هما الاتنين، لحد ما البنت كده بعد شويه بتقول لهم ان هي لقت بالصدفه شريحه غريبه. فبيجري الولد وانج عليها وبيقول لها هاتيها ده بتاعته، وبياخدها منها. وابن المجنونه بيكون مبسوط على الاخر وبيقول لها انت جيت لي منين؟ ده انت عبيطه قوي. ولكن يا فرحه ما تمت، البنت كده بتقول له يا ابن العبيط انت، ده مش هي دي الشريحه الاصليه، دي مغشوشه ومش دي اللي انت بتدور عليها. فوانج بيروح لها بعد كده ومتعصب وبيقول لها طلعي الشريحه الاصليه يا حراميه انت سرقتيها، وان هو هيكلم الشرطه دلوقتي. فالبنت بتوجهه بتقول له قد ايه هو غبي، وان هي عارفه اهميه الشريحه ليه، ومستحيل ان هو يبلغ الشرطه علشان لو جم هياخدوها منه. والبنت بنت الخبيثه بتعرفه ان الشريحه ديت موجود عليها كل حاجه تخصه وكل الفضائح بتاعته حرفيا. وبنعرف ان هو بيعمل الاعمال السوداء ديت وبيصنع الروبورتات علشان ابوه يرضى عنه، لانه هو حرفيا مش راضي عنه ابدا. وانج اول لما بيعرف ان هي عرفت الحاجات ديت بيفضل ان هو يتحايل عليها ان هو لازم يوصل للشريحه باي شكل من الاشكال، وبيعرفها ان هو لازم يقابل ابوه بشخصيه الروبوت الجديده اللي هو صنعها مش بشخصيته الحقيقيه. وبعد معاناه وذل كبير جدا من الولد وانج بتوافق البنت كاخرا ان هي تديها له. بس في نفس اللحظه بيعترض سين على الموقف دوت يا صديقي، بس هي بتفكس له وبتحط الشريحه في الروبوت برضه. وبعدها بياخدوا الروبوت وبيروحوا كلهم يقابلوا ابو الولد وانجا. وهناك بقى الروبوت بيفضل يبهر ابو الولد وانجا يا صديقي بالانجازات اللي هو عاملها والحوارات بتاعته وكده. ولما ساعتها الكوبايه بتقع بيمد ايده 10 متر قدام علشان يلحقها، الاقي يعني محدش اخد باله. وبعد كده بيقوموا يحضنوا بعض، وابوه بيقول له قد ايه هو فخور بيه واللي هو عامله ده. وفي نفس الوقت دوت العصابه الثلاثيه بتكون قاعده والسكرتيره بتاعتهم قاعده معاهم وبيتفرجوا على اللي بيحصل كله. ووانجا اول لما بيشوف الحضن مشاعره بتتاثر جدا يا صديقي، ويبقى عايز يروح يحضن ابوه هو كمان. ولكن اول لما بيوصل هناك ابوه الحقيقي بيطلع، وبيكون التاني دوت مجرد روبوت مش اكتر. ابوه بيتعصب جدا وبيقول له ايه الهبل اللي انت بتعمله، واول لما بيشوفه بيضرب الروبوت بتاعه بيكسره حرفيا. وانج بيشوف اللي بيحصل وبيقعد يعيط وبيطلع يجري وبيقول مش عايز اشوف وشك تاني، انت اصلا راجل حيوان يالا. يا نهار ابيض يا جدعان على الجنان اللي بيحصل. اما بقى خلف الكواليس البنت كي بتكون قاعده بتشوف اللي بيحصل ده، ومن كتر ما هي زعلانه ومتضايقه بينفجر منها الدم وبيغمى عليها في حضن الولد سين. الغريب بقى وهي بيغمى عليها بتفضل تقول في سرها ان مفيش اي حد بيحبها. وبيعدي الوقت المجنون ده يا صديقي، وتاني يوم بتصحى في المستشفى وبيكون الولد سين جنبها وبيطمن عليها وكده.
ولما البنت المجنونه ديت بتفوق وبتطلع من المستشفى يا صديقي بيكون الولد سين عايز يمرنها ويخلي جسمها قوي. جاتك 60 نيله انت وهي، يعني هي كده مش هيغمى عليها تاني. وبالفعل يا صديقي بيروحوا يتدربوا بكل دراميه في المكتب بتاع الشركه، ومعاهم السكرتيره بتاعه الولد وانجا. دي المجنونه اللي ما بيكونش فاهمه اي حاجه على طول يا صديقي، ولا فاهمه ايه اللي جابها وسط الناس المجانين دي اساسا. وهنا بقى وانج بيدخل عليهم يا صديقي وبيقول لهم ان هو فقد الشغف في حلمه ان هو يكون مغني. فالناس وقتها بيستغربوا بيقولوا له طب ما تسمعنا حاجه واحنا نقول لك انت هتنفع ولا لا، ويا ريته ما سمعنا والله. صوته زي الزفت حرفيا، وفجأة بتتفتح بوابة من عالم تاني وبيظهر منه الراجل السلحفاة، وبيقول لهم ان هو جاي هنا علشان يعرف معنى الحياة. واول ما بيقول كده يا صديقي كله بيبقى نفسه يعرف معنى الحياة دوت يعني ايه، لان هم اصلا حياتهم كلها بقيسها محدش عارف هو ايه لازمته في الدنيا. وبيقعدوا بعد كده يلفوا في العالم كله علشان يعرفوا اجابة السؤال بتاعهم يا صديقي دوت، بس للاسف كل واحد بيحبط منهم لان بيوصل لحيطة سد في الاخر ومش بيلاقي اي اجابة للسؤال بتاعه. ولما بيقعدوا مع بعض بيبان عليهم كلهم اليأس يا صديقي، وبالصدفة بيظهر اعلان لمكان هيجاوب على كل الاسئلة بتاعتهم. فاكيد طبعا صحابنا ما هيصدقوا ويروحوا جري لهناك علشان يجاوبوهم على السؤال بتاعهم. وهناك بقى يا صديقي اول لما بيروحوا بيكتشفوا ان هي نصبايا، لانهم بيدفعوا فلوس كتيره جدا علشان تطلع الاجابه. فكلهم بيتعصبوا وقتها يا صديقي وبيقولوا لاصحاب المكان هو انتوا حراميه، هو في حد بيسرق حد عين عينك كده؟ بس وسط خناقه النصب ده يا صديقي بيدخل عليهم واحده بيبان عليها ان هي قويه جدا، وبتقول لهم ان هي جايه علشان تسرق. وبضربه صباع واحده بس يا صديقي بتقدر ان هي تخلص على رجال الامن اللي موجودين في المكان كلهم. وبتبقى واخده البنت كي جنبها وقتها، فسين بيتعصب جدا يا صديقي وبيقول لازم اكون الراجل الجامد اللي ينقذها. وبالفعل المعلم بيحاول ان هو ينقذها، ولكن فجأة بتحول لكرة من الطوب. وهنا البنت كي بتفتكر معنى الحياة، وبتفهم الحياة كلها حوارات بين ناس وناس يا صديقي، وان القوي فيه الاقوى منه والقوي بياكل الضعيف. ما علينا من الكلام اللهبل دوت. المهم بعد كده بنشوف الحرامية بتفجر الخزنة علشان تسرقها، او اي حد معاه تليفون بتفجره له كمان. وبعد صراعات عنيفة بكل الطرق يا صديقي بيحاولوا ان هم يتصدوا بقى الحرامية ديت، بس مش بيعرفوا للاسف، وكل مرة بياخدوا على دماغهم وعلى عينهم. ده حتى سين اللي المفروض بطل خارق وبتاع، وقت ما حاول ان هو يطلع من الحجر دوت يا صديقي رجعته زي الكلب تاني. جاتك 60 نيله يالا، هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبعد محاولات ومحاولات كتيره يا صديقي بيقنع البنت كي ان هي تاخد التليفون وتخليه في جيبها، والتليفون التاني تحطه يشحن، وده علشان يقدروا يعملوا خدعه على الحراميه بعد كده. وفعلا الخدعه ظبطت معاهم، وبيقدروا ان هم يرنوا على رئيس المكان اللي بيكون اصلا بطل خارق واقوى منها بكتير، وبيمسكها بعد كده كانها ولا اي حاجه في ايديها وبيمشي بيها. يا نهار ابيض، ده الراجل ده جالهم من السما حرفيا، لو ما كانش جالهم كان زمانهم دلوقتي معمولين بطاطس محمره. الدنيا بعد كده بترجع تهدى وترجع لوضعها يا صديقي، وسين بيتكلم وبيقول لي للبنت كي انا فخور بيكي جدا على فكره بالانجاز اللي انت عملتيه دوت، لولاكي كان زماننا دلوقتي ميتين. بس وفجاه البنت كي كالعاده بيغمى عليها يا صديقي وبتنزف، وانا زهقت حرفيا من كتر ما المشهد دوت بيتعاد قدامي. وهنا بقى السكرتيره بتاعت الولد وانج بتطلع يا صديقي وبتدي للبنت كي حاجه خاصه بيها، بتعطيها دم هي كانت بتسحبه منها في السر. واول ما سين بيعرف بيتعصب جدا، بس هي بتقول له ان هي عارفه السر بتاعهم، ولو ما سكتش وعدى الموضوع هي ممكن تفضحهم قدام الناس كلها. بس برضه كي مش بتفوق يا صديقي بالرغم من كده، فكان لازم ان هو ينقلها المستشفى على طول، مع ان الولد تعبان والمفروض ما يتحركش، بس بياخدها بيوديها بالفعل للمستشفى. ما هو الحب بيعمل اكتر من كده برضه يا جماعه. وهي وقتها كل تفكيرها هو ليه بيعمل كده اصلا معايا؟ هو انا فعلا استاهل يعمل كده معايا؟ لانها شايفه ان هي شخصيتها ملهاش اي 60 لازمه اساسا. بيروحوا المستشفى، ولما بتفوق البنت المجنونه يا صديقي سين بياخدها على ظهر واحد صاحبه، ويفضلوا يلفوا في السحاب وبيفرجها على الكوكب من بره. البنت بالفعل يا صديقي بتخرج من حاله الاكتئاب اللي هي كانت فيها، وبتكون مبسوطه جدا على الاخر. ده من كتر ما هي مبسوطه بتمسك الولد وبترزعه حته بوسه وقتها. طب يراعوا مشاعر الراجل اللي هم قاعدين على ظهره ده. وهنا بقى يا معلم بتبدا قصه حبهم. وبعد ما العصفورين بيخلصوا لف بيرجعوا للاوضه اللي في المستشفى، وهناك الدكتور بيقول لهم ان هم لازم يرتاحوا راحه تامه. فسين ساعتها وكيبه يبصوا لبعض وبيضحكوا جامد وبيقولوا لهم احنا بنرتاح على الاخر، صدقنا احنا ما بنعملش مجهود ولا حاجه. وبيعدي الوقت يا صديقي وبيرجعوا البيت بتاعهم بعد ما كي بتتجبس وبتكون السكرتيره معاه في البيت. وطبعا العصفورين الحبيبين كل ما بيبصوا لبعض بيفتكروا البوسه اللي حصلت من شويه ويكونوا مكسوفين حرفيا. ومن حظ البنت كي ان كل قناه بتفتحها يا صديقي يبقى شغال فيها حاجه رومانسيه، فشكلها بتتحرج جدا. وبتقوم بعد كده تهرب تغسل وشها في الحمام، وهي طالعه من الحمام بتتزحلق وبيلحقها الولد سين في مشهد رومانسي ملزق جدا يا صديقي. ولما السكرتيره بتشوفهم في الوضع المخل دوت كل واحد فيهم بيتكسف وبيجري يعمل اي حاجه. وبعد كده بيجي وقت الشغل يا صديقي، والبنت كي بتكون محروجه ان هي تروح زي المعتاد، بس سين وقتها شالها يا صديقي. ولما بتقول له انت بتعمل ايه يا ابن المجنون هنتفضح
بيتفضح بيقول لها ما تقلقيش محدش هيشوفنا، وبالفعل بياخدها وبيروحوا لحد هناك يا صديقي، وكي بتكون متوتره جدا ومكسوفه لدرجه ان هي بتاكل اكل الولد سين، بس من سوء حظها ان هو بيطلع حراق جدا عليها وبتفضل تصوت وقتها. فالواد الحبوب ساعتها بيديها حباه علشان تهدي الشطه دي شويه، بس وقتها بيلمس شفايفها بصباعه، وهي خيالها قليل الادب جدا بيخليها ان هي تتخيل حاجات غريبه جدا. فالبنت من كتر توترها بتجري يا صديقي وبتروح الحمام من كتر الكسوف اللي هي فيه، ووراها السكرتيره بتدخل يا صديقي وما بتكونش فاهمه حاجه، وبتقول لها على فكره انتم مناسبين جدا لبعض وشكلكم كيوت قوي. بس البنت كي بتنكر اي حاجه بينهم يا صديقي، وزي ما كلنا بنعمل اول لما نتقفش، بس الكلام بتاعها بيقعد يلعب في دماغها. وبعد كده بتقرر ان هي تشتري تورته الولد دوت علشان تكافئه بيها. قال ايه يعني؟ علشان هو بينقذها كل مره. وسين بيكون ماشي على الجانب الاخر رايح يحارب وبتاع بما ان هو بطل وكده يعني، وبيقدم اداء مضحك وقتها جدا يا صديقي لدرجه ان كذا حد بيتريق عليه. الواد بيتحرج يا عينه وبيتكسر بخاطره وبيروح بعد كده وهو مكسور حرفيا. وطبعا لما الدنيا بتقع يا صديقي مش بتقع مره واحده، ولما بيروح المدير بتاعه بيرن عليه وبيقول له ان ادائك زي الزفت، وان هو لو فضل كده ايا كان السبب هيترفد ويرجع الكوكب بتاعه مره تانية. كوكب ايه يا عم الحاج انت؟ ده الحقيقه بدات ان هي تبان اهي. كلام البنت كي طلع صح ولا ايه؟ ولما بيرجعوا البيت يا صديقي بيقعدوا علشان ياكلوا، البنت كي وقتها بتحاول انها تعمل اجواء رومانسيه وكده، بس الولد سي للاسف ما بيكونش عايش معاه في المود وبيكون مخنوق جدا من اللي حصل. وبنشوف البنت كي بعد كده لما طلعت التورته وكانت على شكل قلب ومكتوب في كل ناحيه اسمهم جنب بعض. الولد اول لما بيشوف اللي بيحصل دوت بيقول لها بجد انت عايزه توقعني في الفخ بتاعك، وبيهجم عليها بياكل كل الاسامي بسرعه. ولما بيحس ان نيتها حب وداخل على جواز وطمع يا صديقي بيقول لها انت بقيت احسن على فكره، ومن النهارده يا بنت الحلال كل واحد فينا يروح من طريق. البنت بتكون مهوره حرفيا يا صديقي وقتها من الكلام اللي هي بتسمعه، بس في عز زعلها بيطلع لها الراجل اللي شبه السلحفاء وبيقول لهم تشكروا يا رجاله انا عرفت معنى الحياه اخيرا. فالبنت كي بتتجنن عليها حرفيا وبتقول له يا ابن المجنونه هو انت جاي تشمت فيا؟ وبتنزل في ضرب وقتها. وعلشان يهدوهم الراجل ابن المجنونه بياخدهم هما الاثنين لكوكب اسمه كوكب الحب وبيكون على شكل قلب. وهناك بقى البنت كي كل اللي هي بتعمله كانت عماله تصور في المكان يا صديقي. البنت حرفيا مبهوره من جمال الحاجات اللي حواليها، عامله زي اللي اول مره يا صديقي يسافر بره وعمال يصور في الحاجات. الغريبه بقى ان هم هناك بيلاقوا وانج والسكرتيره بتاعته بتكون معاه، وما تسالنيش ازاي، ما هو اكيد بفلوس ابوه يعني، ما هي الفلوس بتعمل اي حاجه يا صديقي في الدنيا، مش ناس كحيانه زي وزيك كده. الغريب والمفاجاه بقى يا صديقي ان هم بيلاقوا هناك نبات اللي بيشم وبيقع في الحب، او بمعنى اصح في الوهم يعني. وانا اسف عزيزي المشاهد لو باجي على الجرح بتاعك، المهم ان النبات دوت لما بتشمه السكرتيره بتاعت وانج بيحلموا بقصه حب عميقه يا صديقي بينهم هما الاثنين، ولكن بيفوقوا من الراجل السلحفاء بقلم متين على وشهم. ولما السكرتيره بتفوق بترزع الولد وانج قلم متين من عندها هي كمان، وبتقول له فوق يا موهوم يا ابن الموهومه انت بتعمل ايه؟ وهنا بقى بيفهموا فكره النبات ديت يا صديقي، وكان لازم يروحوا يحذروا البنت كي، بس للاسف الوقت اتاخر على التحذير تماما، لان بنت الخايبه بتحب النباتات وراحت تجري عليها شمتها بالفعل، فحصل حواليها هاله ضخمه وبيدخل لها الولاد اللي في المنطقه كلهم يا صديقي، والبنت كي بنت الخايبه بتعيش قصه حب معاهم. ولما سين بيشوف المهزله اللي بتحصل دي يا صديقي بيحاول ان هو ينقذها، ولكن بنت المجنونه بتقول له انا مش هطلع معاك امشي لوحدك يالا. الواد حرفيا بياخد على خاطره يا صديقي وبيطلع يعيط لهم بره، بس بيقرروا ان الولد سين لازم يشب النبات هو كمان، وان ده الحل الوحيد علشان يقدر ان هو ينقذها ويدخل معاها في نفس الوهم كده. وفعلا يا صديقي سين من كتر ما هو بيحبها ما بيفكرش في اي حاجه، وبيعمل كده زي ما قالوا له بالظبط، وبيلبس بعد كده سماعه في ودنه علشان يعرف يتواصل معاهم بره، وبيدخل يحاول بكل الطرق ان هو يساعدها. بس للاسف بقيه الولاد اللي كانوا في خيالها بيحاولوا ان هم يغروها بكل الطرق يا صديقي علشان ما تسيبهمش وتطلع، وما بيكونش قدامه حل يا صديقي غير انه يكلمها من كل قلبه واعتذر لها على العمله السوداء اللي هو عاملها بره، وقال لها انا فعلا بحبك بس انا ما عنديش فلوس وكده، وخايف ان انت تتظلمي معايا. وفعلا يا صديقي بيمر الوقت الرومانسي بينهم هما الاثنين، وبيقدروا يعاتبوا بعض، وكمان بيطلعوا من الهاله اللي كانت محاصراهم ديت. وطبعا اول لما بيطلعوا يا صديقي علشان الحبكه الدراميه بتاعت الكاتب بتاع الانمي لازم يقعوا فوق بعض هما الاثنين، بس اخيرا يا صديقي بعد معاناه وجفاف عاطفي بنخلص من العالم اللي كله حب ده، وبيرجعوا للبيوت بتاعتهم. وهناك يا دوبك بيفكروا ان هم محتاجين يتكلموا عن اللي حصل دوت يا صديقي وحبهم وكده، بس بتنزل عليهم من السما واحده من الابطال الخارقين وبتكسر الشقه فوق البنت كي. فالبنت كي وقتها اكيد يا صديقي بتتعصب جدا وبتبقى غيران على اخرها، لان البنت كانت قاعده تتلزق في الولد سين. وبعد كده بتسحب سين يا صديقي ما بيلحقش حتى يسلم على البنت كي، بس بيكون عندهم اجتماع علشان يشوفوا مين هيكمل مع مين ومين هيرجع بلده. وهناك طبعا بسبب الاداء الجبار بتاع سين بيروح مكان للاختبار ويبقى مطلوب منه ان هو ينجح فيه علشان
علشان يكمل هنا. واما عن البنت المزه اللي كانت جايه له ديت يا صديقي، فبيكون اسمها في، بتمسك في وقتها وبتقول له انا عمري في حياتي ما هسيبك لوحدك ابدا يا حبيبي. والمدير طبعا بيقرف من الهبل دوت، فبيقول لهم في داهيه وبيسيبها تروح معاه. وبكده البنت كي تكون قاعده لوحدها يا صديقي، وربنا يستر عليها من الكائن اللي في دماغها ما يخلصش عليها. وبتعدي الايام يا صديقي، وعلى الناحيه التانيه بيكون سين عمال بيحاول ويحاول ان هو يعدي الاختبار عشان يرجع لها في اسرع وقت ممكن، بس للاسف مش بيعرف ان هو يعمل اي حاجه يا صديقي، وكل مره بيتهم بطريقه شكل، وده بيخلي البنت كي تفقد الامل تماما. بتفقد الامل ان هي تشوفه مره تانيه وبغمى عليها، وبتتحجز في المستشفى بنت المجنونه. وفي مره من المرات يا صديقي وهو محجوز في المستشفى بعد ما البراكين هانته حرفيا، بيقف معاه المدرب بتاعه وبيقول له انا عايز اسالك سؤال واحد بس، وانت مش قوي زي اخوك الكبير ليه؟ اخوك الكبير دوت كان من اقوى الابطال في العالم كله حرفيا. فكلام وقتها بيستفز الولد سين يا صديقي، وبيخليه يكون نشيط وبيحاول اكتر علشان ما يخليش صوره اخوه تبقى وحشه قدام الناس دي كلها. وبالفعل بيفضل يحاول ويحاول ان هو يعدي، وبيقدر يعدي بالفعل. بيعدي اغلب المكان، بس بعد مشاكل كتير يا صديقي جت فوق دماغه، وبيترمي قدام مكان بيتقال عليه ان هو مختصر لطريق، بس الغالبيه بقى ما يعرفوش ان الطريق المختصر دوت اكذوبه، وان هو صعب الف مره من الطريق العادي، ومحدش طلع منه عايش قبل كده. كل اللي بيدخلوه حرفيا بيطلعوا جثث هامده. بس المفاجاه بقى ان ابن العبيطه اول لما بيسمع الكلام دوت بيوافق بالفعل بالرغم من كده. وبنت العبيطه اللي بيكون اسمها في علشان نيتها قذره بتدخل لجوه علشان تستفرد بيه، بس علشان نيتها قذره يا صديقي اول لما بتدخل لجوه للاسف بتفقد السيطره على قوتها تماما. وبعد اكشن ودراما بيطلع الولد سين وهو شايل البنت في، وجسمه متعور من كل حته حرفيا. الكل وقتها بيكون مصدوم حرفيا يا صديقي، ازاي الولد الحساله دوت قدر يعدي من حاجه خطيره زي كده. ومش بس كده، لا والله ده انقذ المزه اللي اسمها في كمان على كتفه. وبما انه عمل العمل الخطير دوت يا صديقي، بيبقى عدى الاختبارات كلها، ودلوقتي يقدر ان هو يرجع على الارض علشان يشوف البنت كي اللي وحشته. وطبعا ابن العبيطه بيكون طاير من الفرحه، ما هو ما يعرفش ايه المصيبه اللي مستنياه هناك. وفي الطياره بيكلموا البنت في، وبتقول له ان هي عرفت ان هو ما عندوش قوه خارقه ولا حاجه، وان كل دوت بيعمله علشان ما يخليش اخوه البطل شكله وحش ولا كده. فالواد بيتصدم حرفيا وبيقول لها بنت الخبيثه انت عرفت ده كله منين؟ بس علشان خاطر خليه بيني وبينك ما تعرفيش حد. وبعد رحله طويله بيرجع الولد سين اخيرا، واول حاجه بيروح على بيت البنت كي، بس بيستغرب وقتها لانه مش بيلاقيها في البيت ابدا. الواد ما بيكونش عارف هي راحت فين ولا ايه اللي حصل، وبيكون محبط جدا، ولما بيحاول ان هو يوصل لها بيلاقي التليفون بتاعها مقفول. الواد حرفيا بيكون هيموت من كتر الزعل، وبيقعد مع البنت في البيت بتاعها، ويفضل ان هو يندب حاله وبيقول لها انا كنت غبي ان انا مشيت بالطريقه ديت من غير ما اعرفها. بس بنعرف بعد كده ان سين حظه وحش اصلا، لانه وصل بعد ما البنت مشيت مع السكرتيره بدقايق. هتقول لي ازاي ده حصل يا معلم؟ هقول لك ان السكرتيره لحد دلوقتي ما نعرفش اسمها ايه اساسا، قررت ان هي تراعي البنت كي بعد ما كانت في المستشفى. وفي يوم بيتصلوا على السكرتيره من المستشفى بيقولوا لها ان البنت كي قامت، ولما بتروح بتستغرب ان هي فاقت اساسا، وازاي اصلا صحتها زي البومب كده، ما فيش حد بيفوق من الغيبوبه بتاعته ديت في يوم وليله كده. بس بيتفاجئوا لان البنت كي بيبان عليها قوه جديده يا صديقي، لانها قدرت ان هي تتني الابره بعد ما لمستها على طول. وبعد كده بتقرر السكرتيره ان هي ترجع مع البنت كي على البيت، وهناك كي بتقول لها ان ما ينفعش اي حد يعرف عن قوتها الخارقه ديت، وبتقول لها ان هي هتتدرب عليها اكتر واكتر بس لوحدهم، وان هي تكون المدربه الخاصه بتاعتها، وبتقول لها ان هي اللي هتقدر تنقذ العالم من اي حاجه. وفعلا بيتدربوا يا صديقي، وبيحاولوا ان هم يعملوا كل ده بس بنفسهم، ولكن للاسف كي ما بتبقاش عارفه ان هي تعمل اي حاجه يا صديقي، ولا قوتها ظاهره عليها اساسا. وفي يوم من الايام بنشوفها لما بتطلع تقعد فوق السطح، وبتفضل تعيط على الولد سين لوحدها لانه لسه ما رجعش من وقتها. ومن حسن حظها ان هي اتعصبت جدا وقتها لدرجه ان قوتها بتظهر فعلا في الوقت ده. وبتطلع السكرتيره على الخضه يا صديقي من الصويت علشان تشوف ايه اللي بيحصل، وهناك كي بتقول لها ان القوه بتاعتها بدات ان هي تظهر وكده. وبيرجعوا مره تانية للتدريب يا صديقي علشان يتدربوا على قوتهم اكتر واكتر. وبعد ليالي من التعب والتدريب بيقرروا ان هم يلموا الحاجه بتاعتهم ويدوروا على مهمات علشان يعملوها بالقوه بتاعتهم ديت يستفادوا منها يعني. وللاسف بقى نفس الوقت اللي بيمشوا فيه هو نفس الوقت اللي رجع فيه سين للبيت لان حظه وحش. ومن بعدها سين بيقعد يدور عليها في كل مكان زي المجنون، وبيكون معاه في لدرجه ان الولد بيتحول لزنج من كتر الشمس حرفيا. وفي يوم من الايام بالصدفه بيكون عنده مهمه في البحر ان هو يقبض على حراميه هناك، وبيبقى يا عيني زعلان ان هو مش عارف يوصل لاي حاجه. ولكن كان القدر وقتها مخطط له غير كده تماما، لان بيعدي من جنبه باخره كبيره وبيكون عليها البنت كي وصاحبتها. ولكن للاسف البنت كي اول لما بتشوفه ما بتعرفوش يا صديقي، من كتر ما هو وشه اسود حرفيا الواد اتحرق يا جدعان. وبترجع السكرتيره تقول لها ان هي شافت واحد شبه البنت سين، وبتستوعب وقتها وبترجع تتاكد ان هو سين. وبالفعل بتتاكد ان هو، بتفرح جدا يا صديقي، سبحان من جمع الاحباب مع بعض. واما بقى عن السكرتيره ان احنا مش فاهمين نيتها ايه لحد دلوقتي، بتتكلم في التليفون بتاعها مع حد بتقول له ان الخطه اتغيرت تماما، وان
احنا هنسيب الحوار دوت على جنب لحد ما نفهم له حاجه. وفي الوقت دوت بتظهر الحراميه اللي بيكونوا كلهم رايحين علشانها، وبتطلع نفس البنت اللي كانت عايزه تسرقهم من فتره. وقتها البنت كي ما كانش باين عليها اي تاثيرات يا صديقي، والباقيين بيحاولوا ان هم يخلصوا منها، ولكن للاسف ما بيكونوش عارفين لانها اقوى منهم. بس بعد شويه البنت كي بتتدخل، واول ما دخلت عينك ما تشوف الا النور بقى يا معلم، الموازين كلها بتتقلب لصالحها. البنت حرفيا مسكتها دغدغتها يا صديقي، وما كانتش محتاجه اي حد معاها. بتقدر بعد مده قصيره ان هي تتغلب عليها يا صديقي، والحراميه بتطلع تجري بعيد بعد ما بتتغلب بالاسلوب والاهانه ديت. وسين وقتها بيكون مصدوم حرفيا من البنت كي وصلت له يا صديقي ازاي اصلا بقى عندها القوه الخارقه ديت. وبيعرف بعد كده ان القوه دي ظهرت عليها من قريب يا معلم، وبيتصدم وقتها وبيزعق فيها باعلى صوته وبيقول لها ان ما ينفعش اي حد يعرف الكلام ده. وبيعرفها وقتها ان القوه ديت بسبب الفضاء الاخضر اللي هو ساكن في دماغها، وان هو دوت سر الابطال وما ينفعش حد يعرفه. ولكن بتدخل عليهم في اللحظه ديت في، وبتقعد ان هي تمثل عليه عن البنت ديت اللي سرقت قوتها ومخليها بني ادم عادي ملوش اي 60 لازمه كده. واما وراهم بقى بتكون بتتصنت عليهم السكرتيره، واللي عرفنا اخيرا اسمها الحمد لله اللي بيكون اسمها مو. بس بنت الخايبه كلهم بياخدوا بالهم ان هي بتعمل كده يا صديقي، وبيطلعوا عليها في اللحظه ديت. وبعد كده بيقعدوا قعده عرب ان هم لازم يخبوا السر ده ومحدش يعرفه ابدا. بس البنت كي بقى كان لها راي مختلف تماما، لانها بتقول ان عايزه تستخدم قوتها قدام الناس كلها، وان هي مش هترجع الكائن اللي كان الناس كلها بتحط عليه. ولكن وقتها يا صديقي عشان كده البنت في بتمسكها تتخانق معاها، وبتقول لها ان هي حراميه وانانيه ما بتفكرش غير في نفسها، هي ازاي تسرق القوه ديت منها. وبتشتم كمان سين وبتقول ان هو اللي ضيع الكائن دوت من الاول واديله واحده حساله زيك كده. وبتسيبهم البنت كي وبتطلع فوق السطح يا صديقي من كتر ما هي متضايقه. بتقعد تتفرج على البحر وحلاوته. بيروح لها بعد كده الولد سين علشان يتكلم معاها ويطيب بخاطرها، بس بيقاطعهم واحد وقتها كان معاهم على الكوكب دوت بيكون تبع البنت مو، وبيقول لهم ان الاكل جاهز. وبالفعل بيروحوا كلهم علشان ياكلوا وبيشربوا كتير قوي. بس واذ فجاه ولاد الخايبه بيقعوا يا صديقي في الفخ وبيغمى عليهم، ما عدا البنت مو صاحبها اللي بتظهر دلوقتي بقى نيتها السيئه، وان هي كانت بتخطط لدوت اصلا من الاول. وبعد كده ولاد الخايبه بيمسكوا سين وفي بيرمون في عرض البحر على العوامه الصغيره، وبياخدوا البنت كي للمختبر بتاعهم وبيربطوها. وهناك بقى بنعرف ان البنت مو ديت اصلا كانت دكتوره، ولما شافت كي اول مره بعد الوقعه الكبيره بتاعتها وكانت غرقانه في دمها، عرفت ان في حاجه غريبه جدا فيها، وفضلت متابعاها علشان تعرف السر بتاعها. وبنعرف ان هدف بنت الخايبه ديت ان هي تقدر تخلي البشر كلهم عندهم قوه خارقه ويفضلوا عايشين للابد. البنت كي وقتها بتكون متضايقه جدا يا صديقي، وبتقول لها يعني كل علاقتنا والحب اللي بينا كان عباره عن كدبه، كل ده علشان تضحكي عليا وتوقعيني في الفخ بتاعك وتجيبيني لحد هنا، منك لله يا شيخه. بس البنت مو اقنعتها وقتها ان هي عايزه تكشف عليها مش اكتر علشان تطمن وكده. بس كي ساعتها يا صديقي بتقول لها على فكره مش لازم اللي انت بتعمليه ده كله، انا هتعاون معاك عادي. وبالفعل بتصدق مو، بتفرح يا صديقي جدا، وفعلا بيبداوا ان هم يستكشفوا كل حاجه فيها. بس مش بيبقى في اي نتيجه سريعه لسه يا صديقي، وصاحب مو بيبقى همه بس على الفلوس اللي هيكسبها من ورا الحوار ده. كان عايز وقتها ينجز الموضوع في اسرع وقت ممكن، وبيقول للبنت مو انت خايبه اساسا، وبيحبس البنت كي بعيد علشان البنت مو ما تشتغلش عليها. بقول لها انا هجيب دكتور كويس يشوف الحاله ديت. ولكن وقتها كي بتكون جابت اخرها منهم وبتتعصب يا صديقي، وقوتها بتطلع مره واحده بطريقه مجنونه حرفيا. بتفضل البنت ان هي تنزف شويه يا صديقي، ولكن واذ فجاه بيطلع منها الفضاء الاخضر. الكل وقتها بيكون عايز يجري يا صديقي علشان يلحق ياخد الكائن الفضائي دوت، ولكن البنت كي بتكون عكسهم فرحانه ان هو طلع منها علشان ترجع لسين. بس ولكن بسبب الموقف اللي هي فيه يا صديقي وكانوا هيخلصوا عليها، قامت اكله الكائن دوت مره تانية، وساعتها استخدمت قوتها علشان تقتل الحراس اللي كانوا بيحاولوا يقربوا منها وتهرب من هنا. وبالفعل يا صديقي بتقدر ان هي تخلع منهم وبتطلع فوق سطح السفينه وبتهدم المكان حرفيا فوق دماغهم. بس للاسف البنت بتكون تعبانه يا صديقي ومرهقه جدا من اللي حصل ده، وماشيه تتطوح يمين وشمال لحد ما بتقع. ووقتها بيقدر الراجل اللي بيحاول ان هو ياخد الفضاء ان هو يطلع من تحت كده. واول لما بيطلع فوق السطح يا صديقي عندها بيروح عليها ومعاه الحقنه علشان ياخد الفضاء منها. بس وقتها اول لما بيقرب من البنت كو بيلمسها بتطلع مو وبتحقنه وبتضربه على دماغه وبيقع وقتها. وكانت بتحاول ساعتها يا صديقي ان هي تلحق البنت المسكينه اللي مغمى عليها وتنقل لها دم علشان تفوق. بس للاسف كي يعني في عالم تاني من كتر اللي حصل فيها وكتر الضغط اللي جه على دماغها. ولما الحراس بتطلع علشان تاخد مو بنت الخاينه يا صديقي، بتمسك الراجل وقتها وبتقول اللي هيقرب منها هموته لكم صدقوني. بس ولكن هي زي العابطه مش بتعمل اي حاجه غير انها تعيط وتقول لهم علشان خاطر محدش يقرب مني انا خايفه قوي. والراجل بيستغل الموقف وبيغمز للحراس بتوعه علشان يخلوها تبعد بعيد عنه. وبالفعل بيقدروا
بيقرروا ان هم يبعدوها، وبعد معاناه طول الانتظار بيقدروا اخيرا ان هم ياخدوا من البنت كي اللي هم عايزينه. تفتكر خلصت لحد هنا؟ لا والله، ده لسه الموضوع كبير يا معلم. وفي نفس الوقت بيطلع عليهم واحد من اكبر الابطال اللي في العالم كلهم يا صديقي، وبيقول ان هو لازم يقتل البنت كي علشان يتخلص من الهم اللي بيحصل ده، لان مجرد ما يقتلها كل دوت هينتهي حرفيا. بس الحظ بيلعب معاها مره تانية وبيدخل سين وفي كمان وبيلحقوها. بس طبعا بالرغم من كده محدش هيقدر على الاخ اللي واقف قدامهم دوت. بس سين بيقول له انت مش هتعرف تعمل اي حاجه لانك مش بتقتل غير الاشرار وبس، والبنت ده اصلا عابطها على الله وانت مش هتعمل فيها حاجه، انا عارف كويس قوي وهتصعب عليك. ولكن الراجل وقتها بيصدمهم يا صديقي وبيفرقع السفينه باللي عليها كلهم، وكل واحد بيلحق حته خشبه يقعد عليها. واما عن كيفه بيكون شايلها الولد سين حبيب القلب على كتفه، والراجل بيكون متضايق جدا وبيقول ان هو لازم يموت البنت دي ويتخلص من الشر بتاعها. بس بتقاطعهم البنت مو وقتها يا صديقي وبتفضل تلغي رغي كتير محدش فاهمه لحد دلوقتي. بس المهم ان هي بتدي للبنت كي وقتها حقنه بتخليها نشيطه جدا، وفعلا البنت كي بتكون قويه جدا يا صديقي وبتقدر ان هي تدافع عنهم من قوه البطل اللي قدامهم. بتفضل البنت تتصدى وبتفتكر ان هي بقت هيرو كده لحد ما بتتخزوق وتاثير الحقنه بيروح. وقتها البنت بتبقى ضغط خالص يا صديقي، بس سين بيحضنها وبيمسك ايديها وبيحاول ان هو يخليها تدافع عنهم. بس مو وقتها بتقرر ان هي تديها بدل الحقنه 8 يا صديقي، لان مفعولها بقى اضعاف الاضعاف. وبالفعل المفعول بيبقى اكبر بكتير يا صديقي، بس بيروح مع الوقت برضه مده قصيره وبيطير يعني. ولما كانوا خلاص هيتقضى عليهم يا صديقي بتظهر الحراميه اللي كانوا مهزقينها من شويه وبتنقذهم كلهم. بعد كده بتكون راحه لواحده صاحبتها بيكون اسمها جوان وبتاخد معاها الباقيين كلهم وبيدخلوا جوه بوابه غريبه. وبنعرف وقتها ان البنت جوان ديت عندها بوابه يا صديقي، وبيكونوا محتارين وقتها يا ترى يقعدوهم في بيت مين. بيفضلوا يتخانقوا مع بعض وكل واحده تاخدهم في البوابه بتاعتها شويه علشان توديهم بيتها، لحد ما بيستقروا في الاخر وبيقعدوا عند البنت جوان. وبيعرفوا وقتها ان هم مهتمين بمشروع غريب كده، وهو البحث عن الكائن الفضاء الاخضر اللي مع البنت في دماغها. ومو بتبقى خايفه جدا ان هم عايزين يسرقوا المشروع بتاعها، بس البنت مش بتطلع تليفونها وبتقول لهم ان هم لازم يدفعوا فلوس تمن ان هي انقذتهم. وفعلا البنت كده صديقي لا حول الله ولا قوه بتدفع الفلوس وبتفتح لهم بوابه بيرجعوا على البيت بتاعهم. بعد كميه اللف ديت كلها اخيرا بيرجعوا للبيت. بس للاسف برضه مفيش اي فايده يا صديقي، لان البنت كي بتكون تعبانه جدا وبيغمى عليها، والبنت مو بتفضل انها تنقل لها دم وكده. وبعد ما بتفوق يا صديقي بالفعل بتقعد مع الولد سن اللي بيفضل يحكي لها ان هو بيدور على اخوه كده، وان هو كمان من غير الفضائيين مش هيكون عنده قوه خارقه والكلام ده كله. ولما بتبقى البنت كي كويسه يا صديقي بترجع للشغل بتاعها مع مو وكمان الولد وانجا. وهناك بقى بنكتشف ان هي متضايقه من الولد سن وبتتهرب منه بكل الطرق، ومبررها ان هي عايزه تعيش حياه هاديه من غير اي اكشن ولا اثاره ولا كده. ما بترضاش ان هي ترد على الولد ابدا وقتها يا صديقي لحد ما بيروح لها المكتب، ولكن اول لما بتشوفه بتطلع تستخبى زي الاطفال. وبعد كده يا صديقي بتظهر لهم البنت ماشيه قدامهم وبتقول لهم ان جوان طردتها علشان مشكله حصلت بينهم. وفي نفس اللحظه ديت بيدخل عليهم الولد سين وبيلاقي البنت كاخيرا في وشه، وهي بتخاف جدا منه اول لما بتشوفه وبيكون زعلان منها اساسا. بس بيطلع عنده مشكله تانية تماما، هي ان الراجل اللي كان موجود معاهم على السفينه اتقتل، والمره دي اتقتل بجد بالفعل. فبيقرر هو البنت ماشيه يروح لحد هناك يا صديقي عشان يشوف الموضوع دوت ايه. واول لما بيروحوا هناك بتقعد زميله كيو اللي هي مو معاها، وبتبدا بعد كده تحكي لهم وتقول لهم البنت ماشيه ديت اصلا من اكبر الابطال اللي موجودين في العالم كله، بس المفروض دلوقتي ان هي كانت ميته وكانت حبيبه اخو الولد سين اللي قاعدين ندور عليه اساسا من الصبح ده. ولما بترجع البنت ماشيه يا صديقي بتتفاجئ ان هم كلهم عرفوا بالموضوع الخطير بتاعها، وكمان سين بيجي وبيعرف، بس للاسف مش بيكون عندها اي معلومات عن مكانه يا صديقي ولا حتى دليل صغير واحد. وبعد كده بتحكي لهم ان قصه موتها ديت اصلا كانت تبع المنظمه بتاعتها، ولما عرفوا ان هي عايشه يا صديقي بقى يدوها جزء من المكاسب وكده. بس هي كان عندها امل تاني، الامل بتاعها ان البنت موت تخلصها من الفضائيين ديت وتشفيها وكده يعني. وبيقرروا بعد كده يا صديقي يجمعوا شويه ادله علشان يروحوا يدوروا على الولد اخو سين. واما بقى في الناحيه التانيه بتبقى البنت في قاعده تعيط، وبتجيلها واحده كده بتقول لها ان هي دكتوره نفسيه وتقدر دلوقتي تيجي معاها المركز بتاعها واللي بيكون قريب من هنا علشان تساعدها. وبالفعل البنت بنت المجنونه بتروح معاها، وكيو الصحبه الكريمه بقى بتاعتها بيقرروا ان هم يروحوا عند المستشفى بتاعه الامراض النفسيه ديت يا صديقي. وبالفعل بيروحوا كلهم بالعربيه، ولما بيوصلوا هناك اخيرا بينزل الولد سين مع البنت ماشي علشان يروح يشوف الدنيا هناك ايه وكده، وبيخلي البنت مو قاعده مع البنت كده علشان ما يحصلهاش اي حاجه. ولكن واثناء ما كان ماشي البنت كي بتجري عليه وبتحضنه يا صديقي بتقول له خد بالك من نفسك. بيودعها بعد كده بيكمل طريقه مع البنت ماشيه، وبيكون عمال يستخبى شبه العبيط لانه اصلا خايف. وبكل سهوله البنت ماشيه بتقدر انها تفجر الكاميرات كلها اللي في المكان، وبيدخلوا اخيرا المستشفى. البنت ماشيه كل ما بتقابل حد في المستشفى بتمسكه ترنه علقه موته بالطيار، وبيفضلوا ماشيين يتمخطروا في المستشفى.
واما بقى في اوضه في المستشفى بيكون المديره قاعده مع البنت فيا صديقي وعماله تحكي لها عن مشاكلها وحزنها وكده، بس في نفس اللحظه بيجي لها رساله ان في ناس هجمت على المستشفى وعايزين يخلصوا عليهم، والبنت يا صديقي بتطلع تجري علشان تشوف في ايه. واول لما بتطلع بتقابل البنت شينا في وشها، واول ما شينا بتشوفها يا صديقي وكانها شافت شيطان حرفيا بتتعصب جدا عليها، بيفضلوا يضربوا في بعض شويه حلوين. واما بقى على الناحيه التانيه بيبقى في مجموعه بتجري ورا الولد سينو بيحاولوا ان هم يموتوه بكل الطرق، بس في اللحظه الحلوه ديت يا صديقي بيقدر ان هو يفلت منهم. وكان وقتها معدي من ورا البنت فيو، هي قاعده مستمتعه جدا وعماله تسمع اغاني وتلعب يوجا ولا على بالها ابدا. وبعد فتره يا صديقي المجموعه اللي بتجري ورا الولد سين ديت بتقدر ان هي تمسكه وتبقى خلاص هتموته اخيرا. ولكن من حظه الحلو يا صديقي ان البنت فيه بتكون خدت بالها وبتروح وراهم زي العبيطه مفكره ان هو جاي علشان يصالحها ويقول لها ان هو بيحبها وبتاع، بس هي مش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل دوت وانراها مشاعرها وخلاص يا جدعان. ولما بتروح البنت بتقدر ان هي تنقذه قبل الثواني الاخيره حرفيا يا صديقي من موته، وهنقول ايه ما حظه حلو يا عم. وبيقفوا وقتها في ظهر بعض وبيحاولوا ان هم يخلصوا منهم بكل الطرق. وفي الناحيه التانيه بنشوف الدكتوره لما قدرت ان هي تسيطر على البنت اللي قدامها، ولكن البنت يا صديقي كانت هتموت وتعرف اخو الولد سين راح فين. الدكتوره بتتكلم وبتقول لها ما هو مشي بسببك يا اموره انت، وبتروح توشوشها كده في ودنها وبتقول لها السبب كانه سر. وبعد كده بتقدر بنت المجنونه ان هي تسيطر على دماغها مره تانيه. واما سين مع البنت فيا صديقي بيستدرجوا واحد من المجموعه اللي بتجري وراهم علشان يعرفوا منه مكان الولد يو، بس الراجل دوت بيكون عامل شبه الروبوت ومش بيتكلم ابدا، بيحارب وبس. لحد ما في نفس اللحظة بتقدر باقي المجموعة ان هي توصل لهم وبيفجروا الراجل اللي كان سين ماسكه ده، وسبحان الله بيطلع فعلا روبوت يا صديقي، وبقية المجموعة بتتصدم حرفيا. ولكن سين بيعرفهم وبيقول لهم خدوا بالكم علشان في اكتر من واحد زي ده، وبالفعل بيقدر ان هو يقطع راس كل الروبوتات اللي موجودة في المكان. ولما بيعمل كده الباقيين بيتصدموا حرفيا يا صديقي، وواحد منهم من كتر الصدمة الفضاء الاخضر بيطلع منه، وعقب خروج الكائن الفضائي ده من دماغه الولد بيموت في نفس اللحظة. وسين اول لما بيشوف المشهد العبثي دوت بيتقلب عينيه الوان حرفيا، وبيروح ناحيته علشان ياخده، بالفعل بيمسكه وبياكله. في الوقت دوت الدكتوره كانت بتحس باللي بيحصل يا صديقي. البنت معرفش ازاي بتحس بالحاجات الغريبه ديت، واذ فجاه بتسيب البنت شانه في مكانها وبتنزل جري على هناك علشان تشوف ايه اللي بتحصل، وبتبقى مصدومه حرفيا لما بتشوف المنظر واللي حصل هناك. وعلى الناحيه تانية بقى عمتنا قاعده مع البنت مو عايشين في كوكب تاني حرفيا ولا بيفكروا في اي حاجه، لحد ما اخيرا البنت كي بتحس على دمها وبتقول لها لازم اروح اشوف ايه اللي بيحصل هناك لانهم اتاخروا جدا. وبالفعل بتدخل كل مكان وبتلاقي وقتها المكان كله اتدمر حرفيا، وبتبقى قلقانه جدا علشان مش عارفه ايه اللي بيحصل هنا. ولما بتسمع صوت طالع من الاوضه يا صديقي بتقرر ان هي تدخل من فتحه التكييف من فوق كده علشان تشوف الدنيا. ولما بتدخل بتلاقيهم قاعدين كلهم قدام الدكتوره وكلهم عمالين بينزفوا يا صديقي، ولكن للاسف سين مش موجود خالص وبتكون قلقانه عليه. وبتحاول وقتها ان هي تكلم البنت في، ولكن مش بتسمعها ابدا للاسف. البنت حرفيا في كوكب تاني دلوقتي يا صديقي من كتر الرعب والاستغراب اللي بيحصل حواليها. ولما الدكتوره بتشوف اللي بيحصل ده كله يا صديقي بتمسكهم واحد ورا التاني وتمسح ذكرياتهم تماما. والبنت كي بتكون قاعده في اوضه التكييف يا صديقي بتتفرج على اللي بيحصل ده كله من فوق لحد ما بيمشوا كلهم، بتحاول ان هي تتحرك، بس وقتها بيطلع منها صوت بنت الخيبه بيخلي الدكتوره تاخد بالها وبترجع مره تانية، ولكن قبل ما توصل لها بيكون الصوت اختفى تماما والدكتوره مش بتاخد بالها. وبعد كده بتكمل البنت كي طريقها يا صديقي لحد ما بتشوف البنت شانا مره تانية وهي بتحاول ان هي تقول لها تهرب بسرعه، ولكن البنت لا حياه لمن تنادي بتقعد تدور على اي حاجه في الورق تدلها على مكان الولد يو، بس للاسف وقتها مش بتلاقي غير ملف متقطع منه معظم الورق بتاعها. ووقتها بيدخل عليها واحد من العملاقين يا صديقي بيضربها، ولما بتطلب منه ان هو يعرفها اللي حصل ايه بيقول لها ان هي لسه غير مؤهله ان هي تعرف الحقيقه. فبتفقد البنت كيف فيها الامل يا صديقي وبتسيبها بعد كده وبتمشي لحد ما بتلاقي سين قدامها بيجري ورا الكائن الاخضر اللي بيطلع يهرب منه، وبتفضل تجري في فتحات التكييف فوق يا صديقي لحد ما بيدخل لولد سين في اوضه وبتكون شايفاه وبيكون جنب الحراس بيكونوا عايزين يخلصوا عليه، فبتساعدوا البنت كي من غير ما يعرف ابدا ولا يحس لانه مسحول حرفيا مع الكائن الاخضر اللي هو بيحاول يمسكه. وبتقدر بقوتها ان هي تسيطر على الحراس وبتخليهم يطحنوا بعض ضرب يا صديقي لحد ما الدكتوره بتدخل وبتلاحظ البنت كي قاعده فوق في فتحه التكييف. البنت كي بتكون بتحاول تحمل ولد سين على قد ما تقدر، ولكن الدكتوره قفشتها يا صديقي، فبتخلي واحد من الحراس بقوتها ان هي توقعها على الارض. بتمسكها بعد كده وبتكون عايزه تاثر على دماغها زي الباقيين، ولكن البنت كي بتطلع قوتها كلها اول لما بتشوفهم بيقربوا من الباب اللي فيه الولد سين، وبتقدر بقوتها ان هي تلزقهم حرفيا في الحيطه. وبعد كده بتروح للولد سين اللي بيكون مغيب بالكائن ده، وبيبقى اخيرا مسكه في ايده وبيكون عمال يفكر في كل حياته وهو صغير والاهانه اللي اتعرض لها والضرب وقله الادب. واخيرا بقى قدامه كائن الفضاء بيحاول ان هو ياخده، بس الفضائي مش بيرضى ابدا ان هو يدخل جواه،
الناس كلها واقفه مصدومه حرفيا من اللي بيحصل ده يا صديقي، بس البنت كي بتهاجمهم وبتطلعهم بره وبتتكلم مع الولد سين وبتقول له فوق بقى يا ابن الموهومه، وبتقول له يا عم الحاج انت اقوى من غير الكائن الفضائي دوت، انت مش محتاج اي حاجه صدقني. بس وفجاه بتقاطعهم الدكتوره والحراس وبيحاولوا ان هم يمسكوا بالبنت كي، بس البنت كي وقتها بترمي الفضائي وبتطلع من فتحه التكييف، وهو وقتها بيطلع وراها الولد سين ولكن مش بيلحق. الدكتوره بتحاول ان هي تستخدم قوتها عليه ولكن للاسف مش بتقدر، والولد بيهرب منها، وبيهربوا هما الاتنين من فتحه التكييف لحد ما بيوصلوا عند البنت شانا ومعاها البطل اللي كان بيحاول ان هو يموتها في البحر وكده، والولد ابن المجنونه بيحاول ان هو يقتلها مره تانية يا صديقي، وبنعرف ان هو اسمه ديدي. بس كي والبنت شانا يا صديقي بيقدروا ان هم يمسكوه، الموضوع بيكون واقف على ضربه بس من البنت شانا، ولكن للاسف بنت الخايبه مش بتعملها، وبتقول لهم بنت الخايبه ان ده الاكس بتاعها مش هتقدر ان هي تقتله، ولكن هي هتمسكه لحد ما هم يهربوا. واما في الطريق بتاعهم بقى هم طالعين لبره يا صديقي بيقابلوا البنت في بنت المجنونه اللي الدكتوره لعبت في دماغها، بتمسك الولد سين وبتقول له مش هسيبك ابدا ان انت تمشي من هنا، لازم الدكتوره تيجي تخلص عليك، لحد ما الحراس بالفعل بيوصلوا عندها وبيحاولوا ان هم يمسكوهم ولكن بيهربوا منهم على اخر لحظه، وبيجروا على العربيه بتاعت مو وبتحصلهم البنت شانا وبيركبوا كلهم يا معلم وبيخلعوا من المكان النجس ده. وبعد ما بيمشوا بتدخل البنت في الاوضه اللي اتقتل فيها الروبوت، وهي اصلا ممنوع دخولها ابدا، بس فضولها بيخليها ان هي تدخل يا صديقي، وبعد لما بتدخل بيدخل ناس وراها ومعاهم الدكتوره، وساعتها بقى في بتفضل تفتكر كل حاجه حصلت معاها يا صديقي، وان هي تلاقي في دماغها وما بتكونش عارفه ايه اللي حصل لها ده، لحد ما بتعقل كده وبتقرر ان هي لازم تكشف اللي بيحصل في المؤسسه ديت بنفسها من غير ما تعرف اي حد عن مخططاتها، وبالفعل بتروح تمثل قدام الدكتوره ان هي في صفها يا صديقي وكده ولسه متاثر على دماغها. وكمان الدكتوره لما بتشوف الولد ديدي يا صديقي بتقول ان هو يجري وراهم، بس بيقول لها دي مشكلتك انت حلها مع نفسك يا حلوه ماليش دعوه بيكي. واما بقى اصحابنا في الناحيه التانيه بيتكلموا عن انجازاتهم في اليوم ده وان هم قدروا يكشفوا اسرار كتير، والبنت كي بتوريهم مفاجاه تانيه يا صديقي ان هي عرفت تاخد الفضائي معاها، بالرغم ان هم فرحوا ولكن بيكونوا زعلانين في نفس الوقت ان هم ما عرفوش يوصلوا للولد يو اخو الولد سين. بس البنت كي وقتها بتطمنهم وبتقول لهم الولد ده قوي على فكره وهيعرف ان هو يسلك نفسه من اي حاجه لوحده ما تقلقوش. بنرجع تاني عند الدكتوره اللي بتكون شايله الهم لحد دلوقتي لانها لسه ما لقتش الشريحه بتاعه الروبوت اللي هم سرقوها، وبيقرروا وقتها ان هم يتقسموا علشان يغطوا مكان اكبر وعلشان يقدروا ان هم يمسكوهم كلهم مع بعض. والبنت مو بتاخد الفضائي للمعمل وبتنزلهم هم الثلاثه مع بعض يا صديقي، وهنا بيجي لها تليفون وبيكون الولد ديدي اللي بيرن عليها يا صديقي وما بيكونش عايزه ترد، ولكن لما بترد عليه بتفضل ان هي تزعق، فالواد بيقول لها علشان تحافظي على حياتك لازم تقابليني في مطعم معين كده، وبعد كده بيقفل السكه في وشها. في نفس الوقت بيضحك الولد سين والبنت كيو بيقولوا لها انبسط يا حلوه بس هيك تعرفي الاسرار بتاعتنا لحد علشان ما نروحش في داهيه كلنا. ويا ترى ايه الموضوع بقى والسر في اللي بيحصل ده هنعرف كمان شويه يا صديقي. وبالفعل بتروح البنت شانا لصاحبها وبتقعد في الاول تقول له انت ان احنا نرجع لبعض والكلام دوت انا مصاحبه واحد تاني، ولكن بعد وقت طويل بيرجعوا يتكلموا وياخدوا على راحتهم يا صديقي في الكلام ويهزروا ويضحكوا مع بعض كتير. واما عند البنت مو بقى اخيرا بتعمل اللي هي نفسها فيه والدراسه بتاعتها بتكمل على خير، وبتتصل على حد علشان يستثمر في البحث بتاعها وياخده بسعر كويس وبتلاقيه موافق بالفعل. واما بقى عند الخايبه اللي اسمها في الدكتوره بتقفشها بتدور في كتب الاعضاء يا صديقي بتوع الجمعيه، ولما بتحاول ان هي تواجهها وقتها بتلاقي ان هي اقوى منها بكتير لان الفضائي ما كانش بيطلع منها زي الباقي، فبتقرر في الوقت ده ان هي تجندها معاها في الجمعيه وبتحضنها وبتمسح الذكريات بتاعتها تماما. واما بقى عند عصفورون الحب اللي القصه ده قايمه كلها علشانهم بان هم قاعدين على البحر وعايشين حياتهم عادي وبيتكلموا في اللي حصل ومميزات كل واحد فيهم، وده بيشكر ده وده بيحب في دي والدنيا خربانه على الاخر، وبيبقوا عملوا اللي في دماغهم اخيرا وخلصوا على الاشرار كلهم. وهنا بتخلص الحكايه بتاعتنا على الوضع الرومانسي ده بينهم يا صديقي والحب اللي مولع في الذره، وبيبقوا متفاهمين جدا ومش عايزين ان هم يكونوا ابطال، عايزين يكونوا عايشين حياتهم عادي كده في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. فلو عجبتك الحكايه حابب اقول لك ان اللايك ببلاش صديقي الاوتاكو، بس علشان ما اطولش عليك اكتر من كده اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.